فخامة الرئيس، يعني هناك بعض الاتهامات من قبل المعارضة خاصة فيما يخص موقفكم من النساء، وذلك بسبب تصريحاتكم التي اتهمت بعض النساء اليمنيات بمخالفة العادات والتقاليد اليمنية، فما هو ردكم؟ هذا ليس اتهام للمرأة اليمنية. المرأة اليمنية هي أختي وهي أمي وهي بنتي. احنا الاحتجاج هو على الجانب ما يسمى بالإخوان المسلمين الذين كانوا يطالبون بالفصل في المدارس بين البنين والبنات. فكانت خطابي هو كيف أجزتوا لأنفسكم هذا وأنتم كنتوا تطالبوا مننا الفصل. لن نتهم المرأة اليمنية، احنا اتهمنا التقلب أو الخطاب السياسي ما يسمى بحزب الإصلاح الذي كان يدعي للفصل بين البنين والبنات. والآن كيف تسمح أنت أنه تجيز لأنفسهم ما تحرم على الآخرين؟ تجيز أنه لابد أن يكون في اختلاط. احنا لن نتهم المرأة اليمنية على الإطلاق. المرأة اليمنية أشرف وأنظف من أن يقال عنها أي شيء، بس استغلوها استغلال سيء، وظفوها توظيف سيء أننا نتهم المرأة اليمنية. لا، أنا لن نتهم المرأة اليمنية. اتهمنا الخطاب السياسي ما يسمى بحركة الإخوان المسلمين بين قوسين الإصلاح. بما أن أدعوهم إلى منع الاختلاط، إلى منع الاختلاط، إلى منع الاختلاط الذي لا يقره الشرع، لا يقره الشرع الاختلاط في شارع والضلوع في هذه المؤامرة احنا نعتبرها مؤامرة، وسنتحفظ على التوقيع أن يكونوا حاضرين مثل قطر في مجلس مع وزراء خارجية مجلس التعاون. نحن قابلين بأعضاء مجلس التعاون كلهم أدى قطر ما دام هي ضالعة وهي على تواصل، والآن المال يتدفق إلى اليمن. الواد ده بيشتم امي في سره. الواد ده بيشتم امي شتيمه مش كويسه. ارجوك يا فخامه الرئيس، الراجل ده يبقى الملحق الثقافي بتاعهم. الله، ساقط انت كمان؟ ملحق ثقافي. عايز مسطره. مسطره؟ ايوه مسطره. مسطره يا زنبال. ليه؟ انا شغل كده ما اعرفش بقى. I love you. هي دولة قطر. دولة قطر هي الآن التي تقوم بتمويل الفوضى في اليمن وفي مصر وفي سوريا وفي كل الوطن العربي. عندهم مال كثير وتعدادهم صغير، فعندهم مال لا يعرفوا كيف يتصرفوا به، ويريدوا أن يكونوا دولة عظمى في الذي طالب علي عبد الله الصالح يرحل على الرحب والسعة، سيرحل اليوم ولا غد ما في مشكلة، بس بطرق ديمقراطية. هذا مخطط أجنبي. هذا المخطط ما يجري في الوطن العربي هو تشكيل طور أو سياج منيع لأمن واستقرار إسرائيل.